قلت نوجد راسي باش راجلي منين يجي من الخدمه يلقاني احسن وحده في العالم. الساعه هو منين جا صدمني صدمه عمري. دخلت البيت ولبست اجمل ما عندي، درت المكياج وصيبت شعري ووجدت ليه العشاء اللي كيعجبو. غير سمعتو كيقرقب في الدروج وانا نشعل الشمع وطفيت الضو باش نفاجئو. السيد مع الحله ديال الباب ويدير الله على ريح الله، اش هاد الشي واش هاد الجمال. شافني هو يتصدم ويقول لي احسن حاجه فيك انك مره كدير لينا بحال هاد التواشا، وكل مره مختلفه على المره الاخرى. والله الا الله يرضي عليك ما عندي ما يتسالك. قلت ليه دخل دوش وانا غنوجد لك العشاء. داكشي اللي كان، تعشينا ودوزنا سهره زوينه. شويه ويشوف فيا ويقول لي الصراحه بغيت نجبد معك واحد الموضوع، ما حدك راش قالك ومفاجطه. قلت ليه شنو واقع؟ الله يسمعنا اخبار الخير قول. بدا كيتهته عليا وكيطول عليا في الكلمات. قلت ليه خلعتيني، جيني من الاخر قول لي شنو واقع. هذيك الكلمه ديال ما حدك فرحانه وراش قالك ضراتني في راسي وانت ما مولفاش ليك. شافت عيا شويه يقول لي عرفتي غديري صافي بلاش. ها ولي كيفاش بلاش؟ هاد بلاش هادي هي اللي غتخليني باغي نعرف صحه. كيفاش صافي؟ واش دخل الحمام بحال خروجو؟ انا غدرني راسي. قلت لي واش انت كتجبد معايا كلمه وفي الاخر تخلي لي شي الاخر تقول لي حقا من بعد ولا صافي ما بقيتش باغي نقول. قال لي ها اللي قلنا ها الشعيبيه طلعت ملي تحولتي يلا كنتي دابا الرومانسيه والجمال. قلت لي خليتي فيها شي رومانسيه؟ قول لي من الاخر شنو واقع، ما تبقاش تدخل تخرج عليا في الهضره. قال لي شغيك مليح انا فيا الناس، عطاني بظهر ونعس. انا الليل كامل وانا كنتقلب وفقت في الصباح معوله انني خصني نشنق عليه تيقول لي اش واقع. فعلا داكشي اللي كان. قال لي واجي نفطروا بعدا ونقول لك. مشيت وجدت الفطور وجلست كنتسنى فيه وانا جالسه كنقول ها هو غيدوي ها هو غيدوي. السيد مولف يدير 5 دقائق في الفطور، دار فيها نص ساعه ما ساخيش. فيما نقول له هضر يقول لي وتنسالي واش باغا توحلي عليا. قلت ليه واش في الخدمه، واش شي حد مات، واش وقعت شي حاجه؟ راني الليل كامل ما نعساش، راك طيحتي عليا النص دوي. قال لي صافي راه كنضحك معاك. قلت ليه لا انا كنعرفك اش كتسوى، حنا مربيين مع بعضياتنا وتنعرفك الوقت اللي كتكون كضحك فيه والوقت اللي كتهضر فيه معقول. حيت راجلي ولد عمي وعارفاه من الصغر شنو عنده وشنو ما عندوش. شويه يقول لي وصافي راك تبغي ناخذ الراي ديالك عفوا واحد الموضوع ساعه درت مناقص ما بقيتش غنديرو. قلت ليه هو الطنز العكري ونطس. زعما مشيت غضبت في البيت كيف عوايدو زعما غيجي يتصالح معايا وغيقول لي. دازت ساعه ساعتين 3 السيد ما طلع ليا ما شفت كمارتو. خرجت عنده البيت لقيتو كيشخور ما هوش في هذا العالم. قلت له حتى اللي تنعس. بقى دارني راسي وقلت غنمشي نعيط لمو، اكيد هو ما تيخزن عليها حتى حاجه، غتكون في راسها شي حاجه. قلت لها الو خالتي اش كي دايره مع الصحه لاباس؟ هضره كتجبد هضره وانا نقول لها راه فلان راه كان باغي يقول لي واش نتوما بحال تراجع بحال شنو واقع، واش في راسك شي حاجه؟ قالت لي ها داكشي بيناتكم انا ما تدخلونيش. قلت لها مالك انا سولتك كيفاش بيناتكم؟ شويه يدير راسها بحال راجل عيط ليها وقطعت عليا المكالمه. الغد ليه الراجل مشى للخدمه، مولف كيعيط يسول ما عيط ما سول. وصلت 11 ديال الليل ما عيط ما سول. قلت نمشي نعيط لمو نسولها خالتي ولدك راه باقي ما جاش واش عندك عليه شي خبر؟ قالت لي هو الغايب حجتو معاه. لا راه انا ما هضرش معايا النهار كامل. قلت لها دابا ولا الغايب حجتو معاه؟ ملي كنتي كتعيطي ليه كل نهار ملي كيجي من الخدمه كتقول ليه واش وصلتي ولا مازال؟ دابا ولا اللي ما معيطش لك ولا الدنيا هانيه. صافي قلت لها ماشي مشكل بسلامه، قطعت وخليتها. ايوا الراجل هنا ما جات نصاصه ديال الليل، جاي وطالع عليه الدم وما قادش يهضر وما تشوفيش في وجهه. قلت لي مالك ما عيطتي ما سولتي؟ بدا كيغوت عليا قال لي انا عندي مشاكل في الخدمه انا طالع عليا الدم. دخل البيت وسد عليه. قلت انا نمشي نحيد عليا داكشي اللي باقي ليا ونمشي نعس ونخليه صح راسو مع الحيط. الدخله اللي غندخل للبيت على غفله لقيت السيد شاد التليفون جالس كيكركر ويضحك بحال ما كاين والو وانا رابط عليا 111. خليته ومشيت نعست في البيت الاخر وبقينا على هذا الحال مده ديال 3 ايام. ما كيدويني ما كندويه وكل نهار الصهير في التليفونات. انا هنا طلع لي الدم وقلت نكبرها ولي ليها. مشيت لعندو قلت ليه هادشي ما بقاش عاجبني، انا غنجمع حوايجي وغنمشي لدار با. قال لي جلسي بعدا نهضروا. قلت ليه دابا ولا جلسي وديري من الاول. قال لي حتى انا طلع لي هادشي في راسي. قلت ليه جيني قول لي شنو بغيتي. قال لي انا باغي نتزوج. قلت ليه بغيتي تزوج؟ هذا نهضر. قال لي انت راك عارفه الشرع حلال الزواج وانا بغيت نولد وليدات وحنا 4 سنين وحنا مزوجين وربي ما عطاناش. قلت لي ربي ما عطاناش، انا دوزت وما عندي حتى شي مشكل انا وياك زعما. لا قال لي وما تعرفي منين نتزوج نولد وجلسي تفتف عليا. قلت له سيدي انت من حقك تزوج باش تولد وتا انا من حقي نطلق. خليته ونط بديت كنجمع في حوايجي. شويه تعيط لي امو قالت لي ما كاينلاش تقلقي، ايوا راه حقو هذا ولدي راه خصو يولد. قلت لها واش كضحكي عليا ولا كضحكي على راسك؟ ما نضحكوش على بعضياتنا، انت عارفه ان ولدك اللي منو الديفو.
وانا ما عندي حتى شي مشكل في الولاده. وهي تقول لي ورانا عرفت، وما تعرفي يبدل العتبه، تبدا العتبه زوين، وزعما يقدر يكون دمك ودمه مع نتوما من عائله وحده، داكشي علاش ما كاينينش الاولاد. قلت لا ولاد دابا يبدل العتبه، ايوا بدل اختي بصحته وبراحته، انا باغا نطلق. اخرة الكلام قول له ولدك يصيفط ليا براسي، وكروشيت على التليفون. فعلا جمعت حويجاتي ومشيت لعند با، ومن وراها بواحد الفتره صيفط ليا براسي، ما دوينا ما تكلمنا من داك النهار. ما نكذبش عليكم، دزت في واحد الحاله نفسيه علم بها غير الله، ما بقيت لا كناكل لا كنشرب لا كنعس. انا كان في استطاعتي نقول ليها انت باغي الولاد، وراه انا ما فيا حتى شي ديفو، سير خويا دوز وشوف المشكل عندك. ولكن ما نكذبش عليكم، حسيت براسي محكوره، وقلت شوفوا شحال من عام وانا صابره معاه حيت كنبغيه، وليت كنقول الا ما عطانيش ربي معاه الاولاد ماشي مشكل، المهم هو انني كنبغيه. وهو جاب لي ليله ونهار سمح فيا. جا عندي الوالد مسكين حيت الوالده ديالي متوفيه، وقال لي شوف بنيتي اللي ضركك بخيط ضرقيه بحيط. ما عرفتي هادشي اللي وقع لك كامل فيه خير لك انت اللي ربي بغاك ديري وليدات. لا تكرهوا شيئا هو خير لكم. انا هادشي كله بان ليا فيه مصلحه لك انتيا ماشي ليه هو. خديها بنظره ايجابيه ما تاخديهاش بالسلبي. عيشي حياتك بنتي دابا ربي يجيب لك احسن منه ونسيه. داز تقريبا 6 شهور، وفي هذيك المده جاو خطبوا فيا جوج الناس، ولكن انا ما ارتحيتش ليهم. من بعد حتى كتجيني مكالمه من رقم ما مسجلش عندي في التليفون، ما عرفتوش ديال من. انا ما بغيتش نجاوب، شويه ويصيفط ليا ميساج، قلت لي شكون معايا، شكون انت ولا شكون نتي؟ قال لي راه انا فلان اللي هو طليقي زعما. وقلت لي واش بغيتي دابا من بعد؟ قال لي لا حيت كنتي مبلوكياني من النمره الاولى، وانا تشريت هاد النمره باش نعرف نهضر معاك، واش ممكن نعيط لك تجاوبيني؟ بغيتك ضروري. انا الفضول اللي كياكلني خلاني قبلت، وقلت ليه واخا. عيط ليا قال لي انا راه طلقت. قلت ليه من بعد وانا مالي اش دخلني؟ انا شي ما كيهمنيش يا سيدي. وكروشيت عليه التليفون وخليته يسرسر 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 يسرسر، والله ما جاوبته. 4 ايام وعلى داك الحال بقى حتى كنسمع في الصونيت ديال الدار. حل الوليد لقاه هو، دخلو حيت حشم منه. لبست حوايجي وخرجت عنده السيد ويطيح لي على رجليا. انا كنبغيك وانا كنموت عليك وانا هادي وسمحي ليا وانا عرفتش بحقك، راني طلقت والسبب ديال الطلاق ديالي انني ما كنولدش. قلت ليها عرفتيها؟ قال لي ان مرته كان عندها نفس المشكل، كانت مزوجه وطلقت بسبب الولاد، ومنين تزوج بها هي كانت زربانه باغا تولد، لدرجه ان مورا 3 شهور مشات لعند الطبيب. منين دات التحاليل ديالها لعند الطبيب اكد لها انها سليمه، ومنين درت انا التحاليل خرج العكس. منين مشيت عند الوالده عاودت لها اكدت ليا انني انا اللي ما كنولدش، وانك انت كنتي عارفه وصابره معايا هاد المده كامله. داكشي علاش انا بغيتك تسمحي ليا وبغيتك ترجعي ليا. انا راه واخا ندور الدنيا كامله ما نلقاش في حالك. انا في ديك اللحظه رفضت وجريت عليه، ولكن مره بحال كيتراجع معايا الحال. ما عرفتش واش حيت كنبغيه، واش باغا نكمل معاه، واش ما باغاش، والله ما عرفت اش غادي ندير. شنو بان لكم؟ واش نرجع ليه ونكمل معاه حياتي، ولا ننساه ونبدا صفحه جديده في بلاصه اخرى ومعاه شي حد اخر؟